النهاردة هنعمل مع بعض وصفة صيامي لذيذة جدا واتطلبت كتير، وهي القراقيش. هنعملها بمكونات بسيطة، بشوية زيت ومية هنعمل أحلى قراقيش دايبة خالص. وكمان اللي عندهم حساسية من الألبان الوصفة دي هتبقى مناسبة ليهم جدا. عشان نعملها نحتاج نص كيلو من الدقيق اللي هي 4 أكواب معيارية، الكوب سعته 236 ملي، وهنضيف عليها معلقتين كبار من النشا، وكمان معلقتين كبار من السمسم، واختياري ممكن نضيف شمر وينسون، ده حسب الرغبة. وهنضيف نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر يعني 2 جرام، وربع معلقة صغيرة من الملح، وهنقلب المكونات كويس كده مع بعض. وبعد كده هنجيب كوباية الا ربع من المية الدافية، هنضيف عليها معلقتين كبار من السكر ومعلقتين صغيرين من الخميرة الفورية اللي هي 8 جرام. ده لو في الصيف. لو في الشتاء هنضيف الكيس كله اللي هو 10 جرام، يعني معلقة كبيرة من الخميرة. هنقلبهم كويس مع بعض ونسيبهم لغاية ما الخميرة ما تتفاعل. في الوقت ده هنضيف على الدقيق 230 جرام من الزيت اللي هي كوباية زائد 3 معالق كبار من الزيت، وممكن نكتفي بكوباية واحدة بس من الزيت لو احنا مش عايزينها ناعمة بزيادة. هنبدأ بقى نبس الزيت مع الدقيق كويس جدا كأننا بنعمل كحك. الزيت اللي هنستخدمه لازم يكون نوع كويس عشان ما يكونش فيه أي ريحة. بعد ما نبسها كويس جدا كده لمدة 3 أو 4 دقايق، هنضيف عليها خليط المية والخميرة، بعد ما نتأكد طبعا إن الخميرة شغالة كويس. في الأول هتحسوا إن المية كتيرة قوي، لكن كل ما تعجنوا في العجينة هتلاقوا إن المية بدأت تختفي والعجينة هتبدأ تلم معاكم. طبعا احنا في الأول بنجيب من تحت لفوق عشان مش عايزين نعمل برضو عرق جامد، عايزين يبقى القراقيش بتاعتنا تبقى ناعمة. فنبدأ نجيب من تحت لفوق كده لغاية ما نلاقي إن المية اختفت تماما والعجينة بدأت تلم معانا. يا دوب بس بنعجنها كده لمدة دقيقة أو 2 لغاية ما تلم خالص. احنا ما بنعجنش كتير في عجينة القراقيش. كده خلاص العجينة بتاعتنا لمت خالص وبقت جاهزة معانا. عشان نتأكد ان هي مظبوطة بناخد حتة من العجينة، شايفين طرية جدا وما بتشققش وجاهزة ان احنا نشكلها. بنلم بقى العجينة بتاعتنا وبنغطيها وبنسيبها ترتاح حوالي ربع ساعة. احنا ما بنسيبهاش تخمر، هي بس ربع ساعة لغاية ما نحضر الحاجات او الصاج اللي احنا هنخبز فيه. هناخد بقى لو احنا هنعملها سادة، هناخد العجينة كلها ونحطها على كيس بلاستيك كده او مفرش ونبدأ ان احنا نفردها. ممكن كمان نحطها في الصينية على طول ونفردها جوه الصينية عادي، مفيش مشكلة. بس انا بفضل ان انا افردها كده في الاول ما بين كيسين عشان اتحكم ان السمك بتاعها يبقى كل واحد. وبعد كده حطيتها في صاج مقاس 30 في 40 وكنت دهناه دهنة زيت خفيفة جدا، وابدأ اظبط العجين على مقاس الصينية بالظبط. وانا حاطه كيس البلاستيك ده بيساعدني قوي في الفرد بتاع العجينه من جوه. وممكن لو عندنا نشابه صغيره زي كده برضو نمشي على العجينه عشان السطح بتاعها يبقى املس. انا هنا بدهنها بعسل اسود متخفف بميه، وممكن ما تدهنوهاش عادي جدا. بعد كده برش عليها رشه من السمسم، طبعا كميه السمسم حسب ما احنا نحب. ونحط الكيس برضو اللي كنا فاردين عليه العجينه ونضغط بايدينا كده عشان نخلي السمسم يمسك في العجينه كويس جدا. ونبدأ بقى نقطعها بالشكل اللي احنا عايزينه. انا هعملها اشكال عادية، يعني هقطعها كده بالطول وبعد كده اقطعها تاني بالعرض. وبعد التشكيل بنسيبها تخمر مرة تانية. هتاخد من تلت ساعة لنص ساعة لو احنا في الصيف، وممكن توصل لغاية ساعة الا ربع لو احنا في الشتاء. في الوقت ده هنكون بنشغل الفرن على 160 او 170 لو الفرن باردة، وبندخل الصاج في الرف الوسطاني. وبتاخد في الفرن تقريبا من 45 ل 50 دقيقة، ده لو هي سادة. لكن لو هنعملها محشية هنجيب 400 جرام أو نص كيلو من العجوة ونقطعه كده ونضيف عليها معلقتين كبار من المية السخنة، ونبدأ بقى نعجن العجوة مع المية السخنة هنا فايدتها إن هي بتساعدنا إن العجوة تطرى بسرعة. وممكن الخطوة دي نعملها على النار، يعني احنا نحط العجوة مع معلقتين من المية في طاسة على النار، برضو ده بيساعد إن احنا نطر العجوة بسرعة. وبعد ما نعجنها كويس جدا وتبقى طريه كده معانا هنضيف عليها معلقتين كبار من السمسم وكمان معلقتين كبار من الزيت. ممكن كمان نضيف معلقه من القرفه لو احنا بنحب طعم القرفه. كده العجوه بتاعتنا بقت جاهزه. هنفردها ما بين كيسين بلاستيك بنفس الحجم بتاع الصينيه اللي احنا هنستخدمها. انا هستخدم هنا صينيه مقاس 30 في 40. وهنخلي العجوه بقى على جنب، وبعد كده هنجيب العجينه ونقسمها نصين. وعشان نفرد العجينة على حجم الصينية بالظبط قدامنا اختيارين: يا اما يكون عندنا مفرش زي المفرش ده لان ده فيه مقاسات فنقدر ان احنا نفرد العجينة بمقاس الصينية اللي هي 30 في 40، فنبقى شايفين المقاسات على المفرش. او ان احنا نحط كيس بلاستيك جوه الصينية نفسها ونفرد فيها جزء من العجينة، وده يبقى الجزء اللي احنا هنستخدمه من فوق، والجزء التاني بنفرده على طول جوه الصينية، يعني ما بنفردوش على مفرش زي كده، لا بنفرده جوه الصينية.
وده هيبقى الجزء اللي من تحت. وبعد كده هنضيف عليه العجوة اللي احنا كنا فردينها، وفي الاخر هناخد بقى العجينة اللي كنا فردينها على كيس بلاستيك، وهي هتبقى الطبقة اللي من فوق. او لو في مسطرة برضو ممكن نستخدمها عشان نظبط المقاسات بتاعة العجينة، او بالصينية نفسها واحنا فردين العجينة نحط عليها الصينية ونتأكد ان العجينة هتبقى مغطية الصينية كلها. لو في اي حتت مش مظبوطة كده في العجينة بنقدر ناخد من الزيادات اللي طالعة في حتة تانية ونحط فيها في الحتت اللي هي فاضية شوية لغاية ما نظبط الطبقة الأولانية بالشكل ده. وبعد ما نظبط الطبقة الأولانية كويس بنضيف عليها العجوة بالشكل ده. لو في أي زيادات في حتة وفي حتت فاضية شوية كده بنشيل طبعا من الزيادات دي وبنملى بيها الحتت اللي هي فاضية، ونضغط على العجوة كويس جدا عشان تمسك في العجينة من تحت. بعد كده هنفرد النص التاني من العجينة، ده اللي احنا هنضيفه من فوق. وحاولوا بقى ما تغلطوش غلطتي واظبطوا ايديكم وانتوا بتحطوا الطبقة التانية، عشان انا ايدي حدفت شوية كده فطلعت بره بالعجينة. بس عادي قطعتها كده الزيادات من الناحية دي وحطيتها في الناحية التانية اللي هي كانت ناقصة، وضغطت عليها كده وفردتها كويس جدا واتأكدت ان هي متساوية في كل الجوانب. وكمان استخدمت النشابة عشان اتأكد ان هي مفرودة كويس واخلي السطح بتاعها املس. وبعد كده قطعتها على شكل صوابع كده بالطول وبالعرض. ممكن تعملوها سمبوكسات وممكن تعملوها مربعات زي ما تحبوا عادي جدا. انا ما كنتش ناويه ادهنها عشان كده قطعتها على طول، بس بعد كده غيرت رايي ودهنتها بالعسل اللي هو متخفف بميه. لو انتوا هتدهنوها من الاول يبقى دهنوها قبل التقطيع. وحطيت برضو فيها رشه السمسم كده وسبتها تخمر تاني من تلت ساعه لنص ساعه بالكتير. لو احنا في الصيف هياخد وقت اكتر لو احنا في الشتاء. بتدخل في الرف الوسطاني على درجة حرارة 180، بتاخد تقريبا 40 دقيقة 45 دقيقة لغاية ما بتستوي. لما بتخرج بتبقى طرية شوية بنسيبها شوية بتلاقوها اتمسكت ونشفت كده. طبعا دي عشان محشية احنا دخلناها على حرارة 180، لكن السادة بتدخل على حرارة 160 او 170 بالكتير عشان بتحتاج وقت اكتر عشان تستوي كويس وتقرمش من جوه. شايفين شكلها عامل ازاي وهشة جدا وطعمها يجنن، وبجد كمية العجوة مع كمية العجينة مناسبة جدا مع بعض. وده الصاج التاني اللي انا كنت عاملاه سادة، ده خد من 50 ل55 دقيقة جوه الفرن لغاية ما خد اللون الحلو ده. ممكن لو انتوا لقيتوه مش واخد لون كويس من فوق تفتحوا عليه الشواية اخر دقيقة ياخد لون من فوق. برضو لما بتخرجوه بتحس ان هو طري شوية حاجة بسيطة، بس اول ما بيقعد في الهواء كده 5 دقايق بيمسك نفسه وبينشف عادي. شايفين شكله عامل ازاي واخد لون حلو قوي من فوق ومن تحت، وبجد هش جدا يعني ما يبانش ابدا ان هو معمول بزيت بس. عشان يفضل مقرمش معانا لغاية آخر واحدة بعد ما بيبرد تماما بنحطه في علبة تكون محكمة الغلق، ولما بنطلع منه بنسيبش العلبة مفتوحة نقفلها على طول. شايفين اللون بتاعها جميل قوي من فوق ومن تحت ازاي؟ بجد جميلة جدا هشة ومفرغة كده من جوه زي ما انتوا شايفين، ولو ضغطنا عليها هتلاقوها ناعمة جدا. يلا بقى جربوها وقولولي رأيكم فيها ايه، وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجربها، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.